دحمبو؟ والله زي ما بقول لك كده. طبعا انت فاكر ان دي اغنيه الفنان احمد عدويه واني جاي استظرف عليك على اخر المسا، مش كده؟ لا طبعا مش كده. شمع الفتله بسرعه وتعالى احكي لك. شوف يا برنس، كلمات زي الصح او الدح او البو كلها كلمات هيروغليفيه كان بيعبر بيها اجدادنا المصريين القدماء عن شعور الاطفال بحاجات معينه. ايوه، طب ايه هي الحاجات دي يعني؟ ما تقرفناش على المسا. هقول لك، ما تتقل عليا. هو انت على طول سابقني في الكلام كده ومش مديني مجال اقول اي كلمه؟ شوفي يا بيبي، كلمه صح يعني كتر التبول عند الطفل. فلما تيجي مرات حضرتك مثلا وتقول لك الولد عمل بيبي على نفسه، قول لها اتكلمي باسلوب احسن من كده، اسمها الواد صح على نفسه يا هاني. طب يعني ايه كلمه دح بقى؟ كلمه دح دي جايه من كلمه ده الهيروغليفيه ومعناها السخونيه او شعور الطفل بارتفاع درجة حرارته. فلما تيجي تكشف على ابنك او بنتك عنده دكتور اطفال لا قدر الله يعني، ويقول لك ده عنده دور سخونيه، قول له اسمها الدح وما تكترش كتير في الكلام معايا، بدل ما والله اخليك صح على نفسه هنا في صمت تام. تعالى بقى لما اقول لك يعني ايه كلمه انبو. انبو دي اصلها مو، يعني محتاج ميه او عطشان بسبب فقدان الميه الكتير. فبكده معنى الكلام هيكون الولد عمل بيبي على نفسه لما حس ان حرارته عاليه، فبالتالي فقد ميه كتير من كتر ما صح على نفسه. وهنا بقى يجي دور الست المصريه الاصيله زي اي ام في الكوكب ده كله، تقوم تنظف الواد وتشربه وبعدها ترقص لك على صح الدحم بو. وامانه انت والمدام ما تنسوني من الدعاء، دي ليله مفترجه، ليلتكم جدا. بونوي.